السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبيبنا وحشتونا جدا. خلصت من شوية مباراة الاهلي وسموحة واللي انتهت بفوز بشق الانفس كده بطلوع الروح. الاهلي 1-0 على سموحة. علامات استفهام على اداء اللاعيبة وعلى اداء الجهاز الفني وعلى الاداء الاداري وعلى اللي احنا بنشوف. الاهلي في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش مظبوطة. انا بس كابتن وليد صلاح الدين وكابتن عادل مصطفى، انتوا مش شايفين العك الراجل بيعمله؟ يعني انتوا مش شايفين ناس طول وهو بيصعب الموضوع في ظل ان الفرقه كلها اللعيبه بتلعب من غير حركه، يعني بتلعب كره على الواقف تك تك تك، وعلى الواقف مفيش حد بيستلم ويتحرك. اللعيبه بتلعب بالشوكه والسكينه، بتلعب بالشكل، بتلعب لابسين بدل. اللعيبه بتلعب ايه براحه كده، يعني تحس ان احنا مثلا متصدرين الدوري فرق 20 بونت. مفيش حد يقول للراجل الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط. مفيش حد كده يقول راجل يا عم امام عاشور ده راجل بيلعب رقم 8 او رقم 10، راجل بيلعب صانع العاب، راجل بصير، راجل بيطلع الكرة من رجله يسرهات شوط، راجل بيعمل حاجات كرة في نص الملعب. ما يبقاش عندي جناح زي طاهر وجناح زي حسين الشحات وبلعب بامام جناح. واللي اكتر بقى من كده ان انا باخد اشرف بن شرقي اللي بيلعب جناح شمال وعدلته على الشمال وبتاخد منه انتاج على الشمال واحطه على الجناح اليمين، واحط الراجل اللي بيلعب في نص ملعب جناح شمال. ايه يا عم اللخبطه دي؟ هي يا عم فزوره؟ يعني هو اللي انت بتعمله ده كده فزوره؟ اخد واحد بيلعب شمال احطه في اليمين، واخد واحد بيلعب في خط النص احطه في الشمال، وانا اصلا عندي جناحين قاعدين بره. واللعيبه بتلعب على الواقف. وزياده الطين بله، افتح يا عم بقى مستشفى الاهلي وزيد واحد بقى، زيزو وتريزيجيه وعمرو الجزار، وزيد عليهم ياسين مرعي. احنا بدنيا حتى في اخر الماتشات بقى لنا فتره لعيبتنا بتقع بالمره. يعني احنا بدنيا حتى احنا داخلين على نص الموسم، المفروض يعني البدني بتاع الفرقه يكون ممتاز، يكون التوب بتاعه. انا ما اعرفش هو الراجل بيزنقنا، راجل متعمد انه يعكعك الدنيا، متعمد ان احنا ما نشوفش اللعيبه بالشكل احسن. انا ما اعرفش، يعني قلنا 100,000 مره يا عم حط اللعيبه في مكان، يا عم حط اللعيبه معدوله، يا عم عندنا كوادر، يا عم عندي بدل الجناح اتنين. ايه الفكره ان انا اجيب جناح شمال احط جناح يمين، واجيب نص ملعب احط جناح شمال؟ يا عم ايه العك اللي انت بتعمله ده؟ ايه الفكره في حاجه زي كده؟ نزل هادي رياض قد هادي رياض، بان هادي رياض بشكل كويس كويس، راجل زي بيلعب وزي الفل اهو. محنطه وعمرو الجزار بره ليه على الدكه؟ يعني انت محنطه ما نزلتوش غير لما اتصاب ياسين وخرج. عمرو الجزار اتصاب تقريبا دي تاني مره اتصاب فيها ولا اول مره، واحنا ما شفناهوش اصلا في الملعب. انا مش عارف يا اسطوره بيزنق نفسه وبيطلع شكله وحش وشكل الفرقه وحش بالشكل الغريب ده ليه؟ احنا لازم يكون في حد في الجهاز الفني للنادي الاهلي مصري له صلاحيات زي عماد النحاس. لازم يكون فيه مدرب مصري له صلاحيات كبيره في الجهاز الفني. مش هينفع الشكل السيء اللي احنا بنبان فيه في ظل الكوادر وظل الناس اللي احنا متعاقدين معاها دي كلها. طب انت الاسبوع الجاي واللي بعده هيرجع لك زيزو وتريزيجيه، هتعمل فيهم ايه؟ المفروض الاسبوع اللي جاي كمان هيكون عمرو الجزار جاهز. فين بقى هتتصرف ازاي انت؟ اللعب الفردي الغريب اللي كان ظاهر امبارح. امام عاشور عايز حد يقرص ودنه ويقول له يا امام اللي احنا بنلعب يا حبيبي جماعي، النادي الاهلي ما بيعتمدش على نجوميه حد، ما تلعبش فردي. ومش كل مره التغييره بتاعت بين رمضان، يعني مش كل مره التغييره بتاعت بين رمضان. اللاعب اللي بيلعب فردي كان هو اللي يخرج حتى لو بين رمضان معاه انذار. امام لازم يتقرص عليه. امام لو مش عارف قيمه النادي الاهلي يعني ايه هو في ملعب في ملعب النادي الاهلي، واحنا النادي الاهلي ما بيعتمدش نجوم، بيعتمد لعبه جماعيه، ببلاش من امام عاشور. يريح امام عاشور. كل الناس بتغيب فتره وبترجع فورمه فتره، هو هيرجع لفتره فورمته هتروح ومش هيبقى موفق ومش هيبقى في المستوى. بن رمضان كنا بنتكلم عليه من اسبوعين كان مستواه صفر. النهارده بن رمضان ماتش عن ماتش بيجي والراجل بيعلى فنيا وريتمه بيعلى وبيرجع بن رمضان اللي احنا عارفينه. يوسف بن عمرو يا جاحد، يوسف بن عمرو ده يقعد لكوكا؟ يوسف بن عمرو اللي انت بتشوفه على المستوى الدفاعي والهجومي ده يقعد لكوكا بالشكل اللي انت شفته ده؟ مدربنا عليه علامه استفهام كبيره وكتيره، ويا ريت الاداره بتاعتنا تدور لنا من دلوقتي على مدير فني. ومش عايزين مدير فني مصري. الناس اللي بتتكلم على ايمان عماد النحاس، احنا لعيبتنا مش هتنفع غير مع مدير فني اجنبي، اللي احنا عندنا كميه نجوم كبيره جدا وعندنا احترام للخواجه والراجل الاجنبي اكتر من المدرب المصري 1000 مره. فيا ريت الاداره تركز.
يا ريت نشوف ايه الغلطات اللي بيعملها المدرب، يا ريت نقعد مع المدرب نشوف ايه اللي هيحصل. احنا النهارده متصدرين الدوري مؤقتا، في ماتشات النهارده في الدوري، مباراه صعبه جدا لبيراميدز النهارده ضد غزل المحله وعلاء عبد العال ومضاك علاء عبد العال يعني. سيراميكا النهارده هيقابل الاسماعيلي وهي المباراه الاسهل. الزمالك هيقابل زد ومحمد شوقي، ورب كل التوفيق لمحمد شوقي النهارده يعمل نتيجه ايجابيه. طبعا احنا بنتكلم في الثلاث ماتشات دول عشان دول الجماعه المتصدرين او اللي في صداره ترتيب الجدول. هيكون في مباراه رابعه النهارده كمان في الدوري اللي هي حرس الحدود ضد انبي. الماتشات دي كلها في رمضان في نفس التوقيت اللي هو 10:30 بتوقيت الاردن، 9:30 بتوقيت مصر على اون تايم سبورت ان شاء الله. نتمنى التوفيق لفرقتنا وان شاء الله الفرقه دي النهارده تعمل تعادلات وخساره ان شاء الله، ويفضل الاهلي ينتهي اليوم والاهلي في ترتيب الدوري. النهارده برده في مباريات في دوري ابطال، مفيش حاجه فيها مهمه يعني لا ليفربول ولا الميد ولا اي حد. اخواتنا وحبايبنا دعمونا بلايك وشير. سلام.